السلام عليكم ورحمة الله وأهلا وسهلا بيكم وطريقة جديدة معانا سهلة جدا للمكرونة البشاميل. هنعمل النهاردة طريقة المكرونة، يعني هي مختلفة شوية من حيث الترتيب والتحضير، ومش هتاخد مننا وقت، وبأقل كمية لحمة مفرومة تقدري تعمليها، أو حتى بدل اللحمة المفرومة ممكن تحطي صدور فراخ. هنسلق مع بعض المكرونة عادي جدا زي ما بنعملها، ونعصج اللحمة المفرومة، ونعمل البشاميل بتاعنا بمعلقتين أو 3 معالق دقيق مع شوية زيت، أو إذا بتحبي تعملي سمنة أو زبدة زي ما انت عاوزة. ومجرد ما يبدأ يحمر بنبدأ نضيف عليه اللبن الحليب. التكة اللي أنا بزودها في طريقة المكرونة البشاميل هي إن أنا بحط الروزميري في البشاميل وهو بيغلي لما بضيف عليه اللبن، وكمان في اللحمة المفرومة وانا بعصجها. ولو كمان تقدري تحطي نص معلقة قرفة، برضو بتدي ريحة وطعم جميل اوي للأكل. زي ما احنا شايفين دي ابتدى يتحمر معايا، هنزل عليه بقى باللبن شوية شوية، وهنفضل نقلب علشان ما يكلكعش مننا. ولو كلكع منك ممكن تقدري تعمليه بالمضرب الكهرباء، بس احنا بنحاول زي ما احنا شايفين نقلب بسرعة واحنا بنصب في اللبن، على اساس ان احنا نتخلص من اي كتل ممكن تتكون. وممكن بتستبدلي المعلقة بالمضرب السلك عشان برضو يساعد معاكي في التقليب بسرعة. وبمجرد ما يبدأ يتخن معاكي هتضيفي البضاية بتاعتك والملح والفلفل، وبكده البشاميل اللي بيكون معانا جاهز. وهنشوف مع بعض دلوقتي ازاي، اهو زي ما احنا شايفين ابتدى يتخن. استخدمت انا المضرب السيليكون ده علشان خاطر اتخلص من اي كتل موجودة. انا ما استعملتش اي مضرب كهرباء، انا بس استعملت المضرب السيليكون. وادي الروزميري زي ما احنا شايفين في الخلطة بتاعة البشاميل. هنضيف بقى واحنا بنقلب كده بسرعة، هنضيف البيضة بتاعتنا ونقلب بسرعة جدا عشان ما تستويش البشاميل سخن. زي ما احنا شايفين نحاول على قد ما نقدر بسرعة بسرعة نضربها. رشة ملح وفلفل وبيكون كده خلاص البشاميل بتاعنا جاهز. وهنشوف مع بعض دلوقتي ازاي هنحط اللحمة المفرومة مع المكرونة في القارب. طبعا زي ما قلت ممكن تعمليها بكمية لحمة مفرومة قليلة، او بتستبدلي اللحمة المفرومة بصدور الفراخ متقطعة برضو مكعبات صغيرة وبتعصجيها زي اللحمة. واذا حابة تضيفي برضو خضار مشكل، يعني بتقدري تلعبي في الاضافات ديت زي ما انت عاوزة. والفرق هنا في المكرونة البشاميل بتاعتي ان انا ما بعملهاش طبقات، انا بعمل كله على بعضه علشان اوفر فيه الوقت، وكمان عشان لو كمية اللحمة مش كفاية برضو ما تبقاش الطبقة رقيقة ومش باينة فيها اللحمة. فهنبدأ دلوقتي نجيب القارب زي ما احنا شايفين، هننزل عليه المكرونة بتاعتي كلها، كمية كلها مرة واحدة لان احنا اتفقنا مش هنعمل طبقات. وهنزل عليها كمان بمعلقتين معجون صلصة، لو عندك صلصة من اللي هي في البرطمانات برضو يكون احسن. فبتبتدي بقى تقلبيهم بمعلقتين الصلصة دول مع شوية لحمة المفرومة بتاعتنا، وكمان معلقتين بشاميل، وتخلطي كل دوت في بعضه لحد ما تحسي ان هو كل حاجة اندمجت في بعضيها كويس زي ما احنا شايفين. وبكده هنكون احنا يعني عملنا صينية مكرونة بشاميل سريعة جدا، ما خدتش مننا نص ساعة، وما حيرناش نفسنا بان الطبقة تكون مظبوطة او الحشوة تكون في ناحية فيها كتير ناحية فيها شوية. فانا بصراحة بستسهل ان انا اخلط كل حاجة كده على بعض علشان ما تغلبنيش ان انا تكون طبقة رقيقة من تحت او طبقة رقيقة من فوق. فبحس ان دي الطريقة دي سهلة، بضيف كله على بعضه واخلطه، وبعدين اروح حاطه البشاميل وكده ابقى ظبطت يعني صينية مكرونة سريعة.
اذا انتي حابة ترصيها بقى رصة بانتظام، بتقسمي بقى المكرونة كالطريقة بتاعتنا العادية، وتحطي مكرونة من تحت معاها معلقتين بشاميل ومعلقتين صلصة على اساس متبقاش من تحت مفكوكة، وتحطي طبقة اللحمة بتاعتك او الفراخ، وبعدين تحطي طبقة المكرونة فوقيها. انا هنا زي ما انتوا شايفين بخلط كله مع بعضه، وهبتدي انزل بمعلقتين بشاميل كمان علشان زي ما قلت مش عايزين المكرونة تبقى مفكوكة من تحت. فبكده بتكون هي مسكت نفسها، وطبقة البشاميل بتكفيني وبتغطي الصينية كلها. في كمان اضافة صغيرة انا بضيفها في الاخر، وهي ان انا بروح حط عليها شوية جبنة شيدر عشان تديها يعني مطة كده، وهي بنقطعها زي المكرونة زي البيتزا كده، وفي نفس الوقت برضو بتديها يعني طعم مختلف، وبتخلي الوش يحمر كمان اكتر. فهنشوف مع بعض اهو، ادينا حاطين معلقتين البشاميل ونقلب ونكمل لحد ما نحس ان هي كل حاجة اندمجت حلو مع بعض. اتمنى الوصفة دي تعجبكم، واذا كنتوا عندكم اي طريقة تانية سريعة وسهلة للمكرونة البشاميل ياريت تشاركوني في التعليقات، وتقولوا لي اذا كنتم بتحبوها بالطريقة ديت كده، ولا بتحبوا الطريقة اللي هي طبقات، طبقة مكرونة وبعدين طبقة لحمة وبعدين طبقة مكرونة تانية. انا زي ما قلت لكم بحب الطريقة دي، بحسها اسهل واسرع، ما بتغلبنيش بقى اقعد اقسم واعمل كل نص ما بالظبط والكلام دوت. فخصوصا كمان مع الصيام، والواحد ساعات بيكون يعني عايز يخلص، عايز يعمل الأكلة ويشوف اللي وراها، لأن احنا طبعا في رمضان كل سنة وانتم طيبين بنبقى عاوزين نعمل أصناف وأشكال على السفرة زي ما احنا شايفين. وانا ضفت الشيدر على الوش، وده هيخليها بصراحة تدي احمرار جميل، لون ذهبي حلو، وفي نفس الوقت طعم الجبنة كده بيديها شوية زي البيتزا. فأتمنى الوصفة دي تكون عجبتكم، وجربوها وقولولي، واللي ليه يعني اللي ليه فكرة تانية أسرع يقولي برضو، أنا حابة أسمع رأيكم. وأتمنى إن شاء الله تجربوها وتعجبكم. كل سنة وانتم طيبين، ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، يتقبل منا الصيام والقيام، وإن شاء الله أشوفكم تاني على خير، وكل سنة وانتم طيبين وألف هنا وشفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.